مع أشهر سجانة في تاريخ السينما المصرية. اتنوعت أدوارها إلا إنها كانت برضه محصورة في دايرة ضيقة، شخصية الست البلطجية أو المعلمة صاحبة القهوة، مع بلطجية السينما السبعوية تاجرة المخدرات أو عليا الجباس، وحكاية فنية جديدة. بس قبل ما نحكي الحكاية، رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. حلقة النهاردة حلقة خفيفة وقصيرة مع ست ظهرت لمدة قصيرة لكن سابت أثر كبير. في 8 يوليو سنة 1943 اتولدت عليا الجباس في مدينة بورسعيد. بدأت حياتها كشافة كمفتشة جمارك، وكانت أول ست تشتغل في المهنة دي اللي كانت مقصورة على الرجالة بس. سنة 1984 أسست فرقة الجمارك المسرحية، وبعدين اشتغلت في نادي المسرح مع الفنان فؤاد صالح، وهي تعتبر من مؤسسي فرقة المسرح الإقليمي مع نصر الدين غريب. كانت عاشقة للتمثيل والفن، فأسست فرقة الجمارك المسرحية سنة 1984، وبعدين اشتغلت في نادي المسرح مع الفنان فؤاد صالح، وتعتبر من مؤسسي فرقة المسرح الإقليمي مع نصر الدين الغريب، وبعدين اتنقلت للقاهرة لتقديم مسرحية الدرافيل. شافها المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة فرشحها لدور السبعوية في مسلسل ليالي الحلمية، وراح لها هناك وقال لها ليكي دور عندي في المسلسل. في الفترة دي كانت أختها عندها تليفون أرضي، لكن هي ما كانش عندها، وطبعا ما كانش فيه موبايلات، فقعدت فترة مقيمة عند أختها منتظرة إن حد يتصل بيها، لكن محدش عبرها. واليوم اللي سابت فيه أختها ورجعت بيتها اتصل بيها أسامة أنور عكاشة وطلبها تنزل تاني يوم مباشرة عشان أوردر تصوير، وفعلا سافرت وأدت الدور. نجحت في الدور ده جدا، ولغاية دلوقتي الناس بيفتكروها فيه. الدور ده فتح لها أبواب السينما والتلفزيون، لكن بسبب براعتها في تجسيد شخصية السبعوية تاجرة المخدرات في مسلسل ليالي الحلمية حصلها المخرجين في أدوار الست البلطجية أو الست القاسية، زي دور سجانة في سجن النساء، أو صاحبة قهوة بلدي، أو بيت شعبي، أو تاجرة مخدرات زي دورها في فيلم 85 جنيهات اللي جسدت فيه شخصية صبحية تاجرة المخدرات اللي انتقمت من مأمور السجن حسين فهمي واتسببت في قطع رجله. كذلك أدت دور مرات الأب القاسية في نحن لا نزرع الشوك مع أسرار الحكيم. وظهرت في عدد آخر من الأعمال الدرامية زي إحنا نروح القسم، ومسلسل حواري والقصور، ودور نظيرة في أرابيسك. وقفت على خشبة المسرح في مسرحية صباح الخير بالليل وعصفور ودبور. كانت سنة 2001 أكثر سنوات نشاطها الفني، فظهرت في عدد من الأعمال منها كرسي في الكلوب، لحظات حب، وفي نفس السنة قدمت شخصية ما شاء الله في مسلسل حديث الصباح والمساء. أما في السينما فظهرت في عدد من الأفلام، أهمها دور زكية العمشة العلمة في فيلم عليه العوض سنة 2003. ورغم موهبتها وتميزها إلا أنها انحصرت في دور المرأة الشريرة، وكان آخر عمل لها مسلسل حواري وقصور. عليا الجباس ليها أخت واحدة معروفة جدا في بورسعيد، وتشغل منصب مدير قصر ثقافة بورسعيد. خلفت ولد واحد اسمه محمد، وتوفت في 29 مايو سنة 2002. رحم الله الفنانة عليا الجباس، واللي عرفناها باسم السبعوية، اللي أمتعتنا وقدمت شخصية كاركتر خاص بيها، وكانت أشهر سجانة في تاريخ السينما المصرية. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.